تلقى المباراة. اليوم عندنا ماتشين في دور ال16، مباراة المغرب كندا ومباراة فرنسا والباراغواي. وتعرفوا الفائز من هذه المواجهة في مواجهة استاد هيوستن سيكون في ملاقاة المنتخب الفرنسي أو المنتخب القادم الكومبول باراغواي. سبق للمنتخب الكندي اللعب في تكساس في ملعب هيوستن 10 مرات تاريخيا، في مناسبتين ربحوا، في 4 تعادلوا، ومثلها في 4 خسروا. اللقاء الثالث للوصول الأطلسية أمام منتخب من كونكاكاف في كأس العالم. في المواجهة الأولى التاريخية أمام كندا 22 في قطر 2-1. رضوان حلحال في أول مشاركاته وحضوره في كأس العالم، الذي أزاح في آخر مباريات الإقصائية النوك أوت البرتغال إسبانيا. المنتخب الكندي محاولة للدخول، التوزيع وضربة مرمى أو ركنية. 5 دقائق لعب في الشوط الأول، النتيجة بيضاء 0-0. كندا تهاجم، كرة خطيرة وترجع الكرة من ياسين بونو. قدار المستضيف وخطيرة وصعبة وإمكانية لكندا والحارس بونو. الركنية الثانية لكندا، بداية قوية من الفريق الكندي. صحيح يلعب في هيوستن في أمريكا. كرة طويلة، مزراوي يغطي وركنية. كان ممكن لعب رضوان حلحال في راي دور ال16 لكأس العالم 2026. يمشي التنفيذ من استاكيو بالراس، خطيرة وملعوبة للمنتخب الكندي. ضغط الرهيب، يخرج الحارس ياسين بونو. مسات الإمكانية للفريق الكندي، تمشي كرة وناحية في خطأ، في تدخل قوي يا حكم، مش ممكن. صعبة الكرة والدفاع، يحط الكرة دياب، ممتاز عيسى وضربة مرمى أو فاول للأسود. عبد المجيد الدولي هنا خطيرة، كرة صعبة، ملعوبة صعبة، الحارس يتصدى ياسين بونو. عرضية ثانية وديوب. كندا تلعب بقوة وشراسة. المنتخب المغربي يلزم يدخل بسرعة في الماتش. فمساحات يخرج كرة لكن يغطي، حذاري وممتازة من رضوان حل إلى الركنية. وركنية كأس العالم. كندا اللي رياضتهم الشعبية الأولى هي الهوكي على الجليد، هوكي جلاس. راسية خطيرة والدفاع المغربي، الصعوبات الدفاع. كرة صعبة من هجوم كندا، من كرة ثابتة ويخرج الحارس ياسين بونو. كرة لياسين، كرة مقطوعة، تمشي الرحيمي، سفيان رحيمي، شوت كرة رحيمي. أول تسديدة من سفيان، أول حضور مغربي في الهجوم. إذا يضغط المنتخب المغربي أكيد ستتاح الفرص، ومن ثم تكبر الفرصة للتسجيل. والشوط الأول ينتهي هنا في هيوستن، 0 المغرب 0 كندا. الحلول مطلوبة. انطلاقة الشوط الثاني من مباراة القمة للدور ال16، الربع النهائي ينتظر الفائز. إن شاء الله تكون البطاقة لأسود الأطلسي. يلعب الكرة عيسى ديوب لمنتخب كندا، تمشي كرة منطقة جزاء، ولا اللعبة خطيرة، والركنية عدد 6. خطيرة الركنية للمنتخب الكندي. يحط كرة رحيمي، سفيان رحيمي، يهرب رحيمي في خطأ وخرجوا الصفرة، خرجوا الانذار. كارت أصفر على منتخب كندا رقم 4. الصوت أشرف حكيمي، خطيرة والهدف الأول. يني عزتين ونحي الجول. 1-0 للأسود، 1-0 لمنتخب المغرب، 1-0 ونحي. مش ممكن، من أول كورة، من أول تسديدة المغرب تركب المباراة. بالراس ياخذ الكورة، رد بالك يا حلحال، رد بالك يا حلحال. والحكم يقول فتسل ستار الله يا حلحال. بالكندي ويصلحها أشرف ولا يتدخل بونو. المغرب تلعب بالنار، وانذار على رقم 9 في منتخب كندا.
خطيرة هذه خطيرة. خرج لي وخرج لي يا حارس، خرج لي يا بونو. رد استعمل ذات الخطورة، مراوغة ممتازة والدفاع يتصدى والحكم يقول خطأ. خطأ لمنتخب كندا. هذه هي التفاصيل البسيطة جدا. الكرة الكندية لأن نلقى ما نشوفهاش، نسكر التلفزة وبعد نرجع نكلمكم. لكن المهنة يمشي كرة والبرة، مرت سلامات والحمد لله، مرت سلامات. المنتخب الكندي، المنتخب المغربي قاعد يرجع برشا، وياسين بونو للركنية. ياسين من جديد، بونو يتألق أمام منتخب كندي متعملق الآن. وفما الثاني، خلصها يا دياز، خلصها ابراهيم. الثاني إيليا خلاص. مبروك الوصول، مبروك ناحي، مبروك الموناكو. المغرب في الربع النهائي. 2-0 المغرب، 2-0 المغرب. باي باي كندا، بيلا تشاو كندا. عالميين. 2-0 الوصول، وبونو يتصدى للكلين شيت. تخويفهم لينا في الشوط الاول على الضغط اللي يركبونا. حط الثالث، حط الثالث يا رحيمي يا غدار يا سفيان. ما نعرف غدرك كان هنا، ما نعرف خبثك كان هنا يا رحيم. ما فاتش. تمشي كرة منتخب الكندي وياسين. جدار المغرب، جدار المغرب. تلعب الكرة عرضية. ياسينو 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 ياسين السد العالي، ياسين البرج في كازا، ياسين إلى ربع النهائي. الثالث 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 يا رحيمي. جول ما ترحمهمش يا سفيان. سو الكندي حبسوه. 3-0. التاريخ أكبر فوز عربي في المونديال، والمنتخب المغربي يسجل 10 أهداف في الورد كاب ليتعادل افريقيا مع السنغال. أسود المغرب، صافرة الحكمات الدولة. نعم وصلت. تابعوا الاحتفالات، أفراح في المغرب. المغرب تواصل العبور.